للمرة المليون اعمل ايه لما اطلع من علاقة فاشلة. والله مش بتريق، انا بس عشان عملت الفيديو كتير. عارفة ان الموضوع يوجع، وعارفة ان الموضوع يضايق جدا، وعارفة انه صعب، تبقى اصعب ايام في الحياة ان هو انا هخرج من علاقة وما قبل خروج منها. عارفة الايام اللي هو ان يعني انا مش مستني الموت، انا ما موتش، انا مستني كل يوم حدث وانا حاسس ان العلاقة بتنتهي. دي ايام صعبة جدا، اصعب من الصدمة بتاعت لطشة السيبان نفسها. ان انت بتبقى عايش كل يوم ايه اللي هيحصل، انا هعيش ازاي. دي فترات مرعبة، عارفة انها صعبة. اول حاجة تعملها صوت، اعيط، انهار، ما تكتمش مشاعرك. دي اول حاجة لازم تقبل ده. تاني حاجة، ما تقعدش تفكر، لان ده اللي هيجيلك ان قد ايه الشخص كان حلو. لا، هو ما كانش حلو بدليل الحالة اللي انت فيه، او على الاقل ما كانش حلو معاك انت، ما كانش قادر يواكب نفسه معاك انت، فهو ما كانش حلو خالص. يا سيدي، هو احسن حد في العالم كله، بس الاحسن حد ده مش مناسب ليك، مش قادر يديك اللي انت عاوزه، مش قادر يديك احتياجاتك. فما تفكرش في اللحظة دي هو قد ايه ده كان كويس، لان دي طريقة الفقد. يعني لما افقد بشوف الحلو وبنسى خالص الوحش. تالت حاجة، الخم نفسك، ما تقعدش للذكريات وتقعد على التيك توك وتقعد تسحل نفسك او تقعد على السوشيال ميديا. لا، تسحل نفسك في ان انت بتفكر فيه وكأن وعمال تتفرج وخلاص. لا، اطلع، غير، اعرف ناس جديدة. لو ما بتلعبش رياضة روح العب رياضة. معيش فلوس انزل العب، هلعب في الشارع، يعني اجري مش هلعب في الشارع، امشي شوية في الشارع كل يوم ساعة، اقرا حاجات تانية مختلفة، ابعد عن الحاجات اللي شوية بتفكرني بيه. واحدة 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 تلاقي نفسك بتنسى، لانه في الاول في الاخر هو تعود. لا، مش تعود، وده صعب. لو ان هو الفكره ممكن يكون سابني مدير سنين بفكر فيه، عشان انت طول الوقت لسه قاعد معاه، طول الوقت هو ما مشيش، هو قاعد جنبك. حتى لو اديلكوا سنين ما بتفكروش بعض، لكن لو قعدت فتره تعود نفسك ان انت ما بتفكرش بيه، ما بتفكرش بذكرياته، هتنساه واراهنكوا. هو الموضوع كله نفسيه، هي مش معضله. بدليل في ناس كتير قوي نسيت، وفي ناس كتير لسه عايشه في نفس الصدمه، انا 24 ساعه بيفتكروا. الخم نفسك، الموضوع محتاج وقت وتمرين، وهنتكلم عليه اكتر. كان معاكم دينا المجد.